في واحدة شعرها عدى طوله 5 متر، بس الحقيقة اللي ورا ده أغرب بكتير، ده لغز بجد. 5 متر، متخيلين الرقم؟ ده مش طول أوضة، ده طول شعر إنسانة واحدة. وهنا بقى بيجي السؤال اللي حير ناس كتير، هو شعرنا ده ممكن فعلا يفضل يطول كده للأبد؟ يعني ملوش نهاية؟ طيب عشان نجاوب على السؤال ده لازم أحكي لكم حكاية حقيقية، حكاية واحدة اسمها شي تشو يوبينج، ودي صاحبة رقم قياسي محدش عرف يكسره من أكتر من 30 سنة. الحكاية بتاعتها بدأت بقرار ممكن نشوفه بسيط قوي. هي قررت إنها مش هتقص شعرها، وفضلت ماسكة في القرار ده. مش بقول لكم سنة ولا سنتين، دي فضلت أكتر من 30 سنة كاملة. والنتيجة إن اسمها بقى موجود رسمياً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كصاحبة أطول شعر في العالم. إنجاز مش طبيعي. لحد هنا القصة تبان عادية صح؟ واحدة قررت تطول شعرها ودخلت موسوعة جينيس. بس لأ، الحقيقة إن الجزء الصادم في الحكاية لسه هيبدأ دلوقتي. في حاجة غريبة زي سقف خفي كده محدش شايفه. لأن الحكاية دي مش بتخلص عند الرقم القياسي ده خالص، في كلمة واحدة بس بتغير كل حاجة. لكن المفاجأة بقى واللي محدش اتوقعها إن المصادر بتقول إن شعرها ده اللي هو أكتر من 5 متر ممكن يكون أصلاً ما وصلش لأقصى طول ممكن يوصل له. إزاي يعني؟ إزاي الكلام ده؟ استنوا كده، لو 5 متر ده مش هو الآخر، يبقى إيه هو الآخر؟ طب وإيه اللي بيخلي الشعر يقف أصلا وما يكملش؟ الإجابة يا جماعة موجودة في حاجة زي مؤقت سري، شفرة مخفية جوه جسم كل واحد فينا. الفكرة كلها إن كل شعرة في راسنا ماشية ببرنامج سري خاص بيها. الموضوع طلع مش عشوائي خالص. البرنامج ده اسمه شفرة النمو، وببساطة شديدة دي دورة طبيعية في جسمنا بتدي أوامر للشعراية إمتى تطول، إمتى ترتاح، وإمتى تقع عشان الدورة تبدأ من تاني. يعني الموضوع كله عبارة عن 3 خطوات بتتكرر على طول. الخطوة الأولى نمو، الخطوة الثانية راحة، والخطوة الثالثة إعادة تشغيل. يعني الشعرة القديمة بتقع عشان تدي فرصة لواحدة جديدة تطلع. وهو ده بقى السر. الشفرة دي هي اللي بتحدد السقف الخفي اللي كنا بنتكلم عليه، هي اللي بتحدد أقصى طول لشعر كل واحد فينا. وعشان كده شعرنا مستحيل يفضل يطول للأبد. وده يخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم. طالما كل واحد فينا عنده الشفرة الجينية بتاعته، يا ترى شفرة النمو بتاعتنا شكلها إيه؟ فكروا كده مع نفسكم، إيه أطول مرة سبتوا فيها شعركم يطول؟ يا ترى وصل لحد فين؟ شاركونا في الكومنتات.